السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الناس اللي كانت بتودع عن طريق الاي تي ام في فودافون كاش الفترة اللي فاتت هتلاقي ان الطريقة اتغيرت معاهم، ومبقوش يعرفوا يعملوا ايداع على فودافون كاش. وكل ما بيجي يقف قدام اي مكنة اي تي ام بيقوله خطأ في المعاملة. طيب ده ليه او ايه اللي حصل؟ ده بالتحديث الاخير بتاع فودافون خلى ان انت ما ينفعش تودع لنفسك من المكنة غير برقم سري متغير، مش الرقم الأساسي اللي انت كنت بتدخله على طول لما بتيجي تودع. طيب الرقم المتغير ده هيوصل لك ازاي؟ خلينا الأول نشوف الرسالة اللي بعتتها فودافون لأغلب العملاء بتوعها. اهي دي الرسالة اللي جات لأغلب الناس، بعتت النهاردة أو امبارح. بيقولك تقدر تعمل إيداع بكل سهولة في محفظتك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM. اطلب نجمة 9 شباك واختار خدمة الإيداع من ال ATM، وهيجيلك رقم سري متغير لتأكيد العملية. كل ده وانت واقف قدام مكنة ال ATM. طيب خلينا نجرب كده ونشوف. وخلوا بالكوا عشان خدمة اللي هي نجمة 9 شباك دي بتكون واقعة في أوقات معينة. أهو هدوس نجمة 9 شباك وهدوس تأكيد. هو بيقولي فودافون كاش نمرة 1 تحويل أموال، شحن ودفع الفاتورة. نمرة 3 الدفع أونلاين. لأ أنا مش عايز الكلام ده، أنا عايز اللي بعد كده. هو بيقولي دفع الفواتير. نمرة 5 للسحب. نمرة 6 للإيداع من ال ATM، هي دي اللي أنا عايزها. هدوس على رقم 6. بيقولي ادخل الرقم السري للتأكيد، وهنا طالب الرقم السري اللي هو بتاع المحفظة الأساسي عشان يبعتلي رقم متغير. فأنا هدخل الرقم السري دلوقتي. أنا كده دخلت الرقم السري. أول ما دخلت الرقم السري قال لي الرقم السري لمكانة ال ATM هو، وبعتلي رقم متغير غير رقمي أهو، وبعتلي رسالة تأكيد. تعالوا نشوف الرسالة اهو. الرقم السري المتغير لماكينة ال ATM هو، وكاتب الرقم كده. يرجى العلم ان الرقم صالح للاستخدام مرة واحدة فقط حتى الميعاد اللي هو كاتبهولي. خدمة الإيداع مجانا، وتكلفة الخدمة عند السحب هي 1%. ده طبعا حاجات قديمة. طبعا في الفيديو ده حبينا نوضح لكم طريقة السحب أو طريقة الإيداع الجديدة اللي فودافون حدثتها. فلو كنت بتودع برقم تليفونك ورقم المحفظة الأساسي، هو كل اللي اتغير ان هو عمل رقم متغير زي السحب بالظبط. في نهاية الحلقة بشكركم، ولو استفدتوا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.